انا مش عارف ازاي اجيبها لك، والله ما عارف ازاي اجيبها لك، بس الفكره اللي قال الكلام ده حسام المندوه عضو مجلس اداره الزمالك. قال لك الارض لما هتنسحب، وهي انسحبت اساسا، الزمالك سوف ينهار. انت مدرك الكلمه دي؟ صدمه يا جدعان. انت عارف يعني ايه الزمالك سوف ينهار؟ قال لك الناس ديت واخده فلوس، انا مش عارف اجيبها لك ازاي، والله ما عارف. واخدين فلوس ب 800 مليون. 800 مليون. ايه ده؟ ايه ده؟ هكلمك على القصه لان ده حوار كبير قوي. الزمالك دلوقتي بقت مشكلته مش مشكله كوره اساسا دلوقتي، بقت ده الكوره دي بقى ايه بالنسبه للمشكله دي؟ ده الكوره ما تجيش جنبها حاجه. تمام، هكلمك على القصه ديت يا برنس، وهنتكلم على الهاشتاج اللي معمول. وخلي بالك ان اللي هيحل ازمه الزمالك ديت ده تدخل رئيس الجمهوريه. اللي هيحل الحوار ده هو فكره ان رئيس الجمهوريه هو يا باشا اللي هيحل الحوار ده. فهكلمك على الفكره ديت، وهنتكلم برضه ان خزينه النادي الاهلي تنتعش بالفلوس والملايين جايه لنا زي الرز يا باشا. تمام، وهنتكلم برضه على قصه هدف زيزو وامام عاشور ونادي الزمالك، برضه شويه اخبار ومواضيع، وفي الاهلي وعمر الساعي. مساء الخير يا ساعي. مساء الخير يا اخويا. يعني ده يرجع يا جماعه بقى، ده يرجع، ولكن بعد اذن اخواتي وحبايبي، يعني يا جماعه بعد اذن اخواتي بس طلب واحد بس، لايك على الفيديو. لايك على الفيديو بس، مش عاوز اي حاجه تاني. اعمل لايك على الفيديو عشان بجد الريتش بقاله اسبوع وحاجه واقع بسبب الفيديوهات ما بتوصلش. فبعد اذن اخواتي اقف جنب اخوك يعني في الفيديو ده، لايك واحد بس كده على الفيديو، وان شاء الله الفيديو ده يعني كنا الاول بنوصل 1000 لايك، دلوقتي احنا ما بنعديش ال 300 لايك. فبعد اذنك يا برنس اعمل اللايك بتاعك، ما يعني مش تخسر حاجه لما تدوس دوسه واحده بس كده. صلي على النبي، صلي على سيدنا محمد، وتعالى يا برنس. امبارح عرفنا الموضوع بتاع سحب الارض النادي بتاعت نادي الزمالك اللي في اكتوبر. تمام يا باشا، فكره تيجي تحسب هنا، لان وزاره الاسكان نزلت بيان وجابت لك كاميرا درون وصورت الارض من فوق، قالت لك ده ما فيش اي حاجه. الارض الزمالك واخدها من 2003 لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه في الارض. تمام، هي فكره وكلام مجعلص كبير جدا اساسا، وبيانات فاهم انت مترين ونص، تقعد بقى تقرا وتجيب ورقه وقلم وتقعد. انا اجيب لك الملخص، يعني الملخص من وجهه نظري اللي انا فهمته كده، فجاه اقوله لك، لان الحوار كبير قوي يا جماعه، حوار كبير يعني. تمام، لما انت كاداره الزمالك عندك ارض فانت مش عارف تعمل بيها ايه، فرحت بعت الارض اللي هي لسه انت ما عملتش فيها حاجه، ولسه انت مش عارف قرار ايه والمواضيع بتاعتها مع الدوله. رحت بعت الارض وحاجات في الارض للناس وخدت منهم ملايين. يا جماعه عارف الرقم كام؟ عارف الرقم كام؟ 800 مليون يا جدعان. ده مش كلام، ده حسام المندوه عضو مجلس اداره نادي الزمالك قال لك في استثمارات داخل الارض ب 800 مليون. وفي شركه اسمها يعني ال 800 مليون دخلوا على حساب اسمه ZCSC كده، حاجه زي كده، حساب مش عارف شركه ايه داخل ما بينه وما بين نادي الزمالك. 800 مليون يا جماعه، 800 مليون. ووزاره الاسكان نزلت بيان قالت لك القرار ده اساسا كان المفروض يتنفذ مش عارف شهر 5، وبعتنا للزمالك والكلام ده كله، قالوا للزمالك احنا ماشيين في الاجراءات والكلام ده كله، ولكن قال لك على امبارح يعني تم تنفيذ القرار سحب الارض من الزمالك. فالفكره هنا انت هنا كمسؤول انت اتحركت واشتغلت في الارض وعملت وبعت الحاجات، بعت اماكن في الارض على اساس انك تشتغل فيها. طب منين يا باشا انت ما عملتش شغلك؟ انت ما عملتش شغلك يا باشا. هتقول لي الشغل اللي هو ايه؟ اقول لك نعم، شغل يا باشا تكون ماشي، ورقك يكون قانوني، ورقك يكون سليم. هتقول لي ما الورق سليم، اقول لك ما الفكره ان الوزاره نزلت بيان وانت نزلت بيان، قال لك احنا هنعمل، ما الوزاره مش هتيجي تهزر يعني معاك يعني، فاهم الفكره؟ ان الوزاره طلعت يا باشا قالت لك 1 2 3 الارض دي كان المفروض مش عارف لغايه 2026 ولا مش عارف 25، وحسام الموضوع قال لك احنا خدنا سنه كمان لامداد. بس انا الفكره بقى انت ايه اللي وصلك للزنقه دي؟ انت كزمالك وكاداره زمالك، اركن بقى الكوره على جنب، ايه اللي وصلك للحته دي وللمكانه دي؟ ما كنت تعمل يا باشا من بدري،
ما كنت تحل مواضيعك من بدري. جيب يا ناس شوف ايه اللي ناقص لنا، اهتم بالارض لغايه ما تخلص ورقها وتخلص قصصها وتخلص مواضيعها مع باقي الشؤون القانونيه هنا ومع الدوله ومع الوزاره. حل كل الحاجات دي بقى، وبعد كده ابدا اعمل الارض. خلاص انت امتلكتها، امتلكت الارض. ماشي، هتقولي ما الارض بتاعتنا. هقول لك طب ما الارض بتاعتك، بس الفكره كان في حوار مش عارف لازم تعمل ايه عشان يسوي ايه عشان الارض ما انسحبت الارض. فالحوار لسه. وفكره ان الزمالك داخل في حوار كبير يا باشا، شركات داخله وناس داخله دافعه ملايين، بقول لك 800 مليون دافعين ملايين من اجل ان هم كل واحد هياخد بقى ايه فرع الزمالك الجديد. طبعا نادي الزمالك شعبيه وجمهور، وهيكون في الفرع الجديد ده جمعيه عموميه، ناس كتير بقى هتبقى في عضوين في نادي الزمالك والكلام ده كله. فكله بقى عاوز يفتح هنا ويفتح هنا، قال لك ده استثمار كويس، فقال لك نشتري من الزمالك، فقعدوا اشتروا. وفاكر انا اتكلمت عن الموضوع ده من فتره، قلت لك ان نادي الزمالك جاب من موضوع الارض ديت 400 وحاجه مليون، ده النهارده بقى 800 مليون. فالموضوع كبير، الموضوع مش صغير. فانا وجهه نظري، انت ايه اللي وصلك للحته دي؟ انت ايه اللي وصلك للمكان؟ حطيت نفسك في مكان لازم تدخل رئيس الجمهوريه. يعني رئيس الجمهوريه لازم يحل الحوار ده. ليه بقى؟ لان كل نجوم نادي الزمالك القدام طبعا، وشيكابالا على راسهم، كل بقى تامر عبد الحميد، كل الناس دي عاملين هاشتاج لا لسحب ارض الزمالك اكتوبر. ده متصدر اكس اللي هي تويتر، متصدر، وكل الناس بتناشد رئيس الجمهوريه ان هو يتدخل، ان هو يحل الازمه مش عارف ايه. واداره الزمالك قالت لك احنا شغالين على الموضوع وماشيين في الموضوع وهنحل الموضوع. الفكره انك اتزنقت. فكره الزمالك اللي انا بقعد ابص لها بقالي فتره، ان الزمالك بيجي يبص اول لما يتزنق تلاقي نفسك مشيت صح. هتقول لي ازاي؟ انك خلاص انت بتفضل قاعد مستني 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 مستني، اول لما اتحطيت تمشي. طب ليه توصل للحته دي؟ حل مشاكلك بدري، اعمل واجبك بدري، حل شغلك، اعمل ما انتوا اداره بتعملوا ايه؟ ما الفكره الزمالك مش كوره بس، في اداره، في ملاعب تانية، في العاب تانية، في شؤون نادي، في انك عاوز تكبر النادي، تعمل فروع في كل حته، تعمل استثمارات، تجيب مستثمرين، تكبر الفروع، تطور الفروع. لو مش تعمل فروع تطور الفروع، تخلي فلوس داخله للنادي، الفلوس داخله. ده شغل المفروض ناس تفضل قاعده تقعد تفكر طب هنعمل ايه، طب هنعمل، مش تفضل نايم في العسل لغايه ما تلبس في الحيط. ولبس الزمالك في الحيط. وكجمهور نادي الزمالك قال لك يعني احنا ما صدقنا ان شفنا في فرقه الكوره استقرار. ما هو اللي بيحب الزمالك او بيشجع الاهلي او بيحب الاهلي هو بيحب النادي، الكيان، هو مرتبط بكل حاجه تخص النادي بتاعه. فبتمنى من ربنا ان موضوع حل ازمه نادي الزمالك تتحل، موضوع سحب الارض دوت يا برنس. ماشي، بص بقى، خزينه النادي الاهلي تنتعش برقم خيالي. هتقول ايه الرقم الخيالي ده يا باشا؟ اسامه ابو علي. الناس على الامريكان دولت، واسامه ابو علي يلبس رقم 9 مع فريق كولومبوس ده. ماشي يا اسامه. يا وساويسو، كنت بقول لك يا وساويسو، كنت بدلعك يالا، بقول لك يا وساويسو يالا، كنت بقول لك يا وساويسو. هيلبس رقم 9 يا برنس. والنادي بعت للنادي الاهلي 4 مليون دولار ولسه باقي الفلوس، وخزينه النادي الاهلي تنتهي. هو الرقم مثلا 200 مليون، 197 مليون، يعني قول 200 مليون يا باشا، قول 200 تمام، 200 مليون جنيه. رقم حلو من اسامه ابو علي. احنا جايبينه مليون وحاجه، كسبانين فيه، ولسه في فلوس تاني جايه، بقيه العقد بتاعه لسه جايين يجي 3.5. ويا باشا هيجيب اجوان بقى، ينتقل من النادي دي كلها فلوس داخله لنا، دي كلها فلوس جايه لنا احنا. تمام. فالفكره خلاص ان الاهلي استلم الفلوس والفلوس تم تحويلها، ولكن الامريكان دول يعني تعبوا ابونا. الاهلي ما كانش عايز يبعت لهم البطاقه الدوليه، قال لك لا يا باشا انا عارف الناس دي يأيدوه، يلعبوا لك بقى فلوسك بقى ايه، خدها من الفيفا، ايه وقف لنا القيد. لا يا باشا. فالاهلي
فضل قاعد مأجل موضوع ان هو يبعت للنادي الامريكي البطاقه الدوليه من اجل ان هو يستنى ان النادي الامريكي يبعت الفلوس وكده، والنادي الامريكي بعت الفلوس والحمد لله يا باشا، واتعشت لسه في شويه يعني، اتعشت عشوه خفيفه المره دي، ولسه بقيه الفلوس باذن الله تعالى. عندك امام عاشور النهارده رجع للتدريبات. امام عاشور رجع النهارده الحمد لله واتمرن وجاهز كده. يا نفسي اشوف ديانج بن رمضان امام عاشور، مش هرتاح غير لما اشوف الثلاثي ده، مش هرتاح غير لما اشوف ثلاثي الملعب ده، اشوف ماتش بيراميدز. عارف ليه؟ عشان بتوع الطموح اتعادلوا مع المصري. بقول لك ايه بقى، يعني انت شايف بيراميدز يعني هم كسبوا الماتش اللي فات ماشي، وتعادلوا الماتش الاولاني، وتعادلوا الماتش امام المصري تمام، ولكن فرقه تحس المدير يا جماعه المدير بتاعهم هوروجيتش ده النهارده كان واقف في المدرجات مشمر البنطلون، وتحس يا اسطى مدرب غريب، مدرب غريب جدا. الباور بس هو اصلا مدرب غريب جدا، تحب تتفرج عليه وتحب ده ممكن يعمل محتوى على اليوتيوب، ده يعمل ردة فعل في الماتشات مباشر من ارض الملعب. هوريشيتش ده يعمل محتوى جامد جدا يكسر به الدنيا. هوريشيتش ده ولا بوروجيتش ده، الكروات دولت اتش دي معاه بتجيب له صداع تمام. فالمصري تعادل مع بيراميدز. طب مين يا باشا اللي سجل هدف التعادل؟ الساعي ده جبناه من الاسماعيلي، شربناه كوبايه مانجا 50 مليون، قعدناه جنب كولر في الدكه. الواد راح المصري، الله اكبر الله اكبر، ما بحسدش. الواد راح، انا دخلت اساسا اطمن على الواد رايح قد ايه، رايح موسمين، رايح اعاره بنيه البيع، دخلت اطمن يا باشا اعمل شغلي. الحمد لله لقيته رايح اعاره بس، لان الواد حرفيا يا جماعه فرده تقيله يا جماعه. انا كنت متابعه في الاسماعيلي والله، كنت بقعد اتفرج عليه، اسمه كان مسمع. عمر الساعي رقص، عمر الساعي عمل، عمر الساعي سوى. الواد النهارده يعني عمل كوره، هو نزل كبديل، كان جاب ضربه الجزاء اسمه ده للمصري تمام، جه منها هدف وتم الغائه ماشي. بعدها تاني مره جاء عمل كام شوطه كام مره 18 حلو. بعد كده سجل هدف من في وسط 5 بتوع بيراميدز، 3 مش عارف قدام ولا 2 قدام و3 وراه، في وسط ال5 كده راح لطشها وجاب هدف التعادل لنادي المصري، وجاب للنادي المصري نقطه. والمصري دلوقتي بقى متصدر الدوري، والزمالك لو كسب الماتش اللي جاي بتاع مودرن الزمالك هيبقى متصدر الدوري، منتظر مباراه الاهلي امام غزل المحله تمام. فدي فرصه للزمالك ان هو يكسب يتصدر. السنه اللي فاتت انا فاكر السنه اللي فاتت كويس، كان كل السنه اللي فاتت كل مره ايه يجي ماتش للزمالك، اكسب يا زمالك تتصدر، اكسب يا زمالك تطلع، اكسب الزمالك كل مره، لا يتعادل لا يخسر، لا يتعادل لا يخسر، تلاقي الدوري هرب من الزمالك ماشي. ففكره عمر الساعي يا جماعه ده يرجع يا باشا، مفيش حاجه تزعل، نرجعه بعد النهايه، لان الواد يا جماعه كان عندنا تحسه تخن بقى بطيء، الواد هناك الله اكبر فرده تقيله يا جماعه ولاعيب كوره ماشي. عندك يعني والله عذرا من الشناوي والله، انا لسه عشان كاتب خبر بس اتلهيت. يعني ربنا يرحم والد محمد الشناوي، النهارده والده توفى في حادث سير على طريق الواحات، عمل حادثه، فربنا يعني يرحمه يا رب، والبقاء لله ويسكنه في فسيح جناته يا رب. يعني والله يا جماعه يعني صدمه وصعبه قوي يا جماعه، يعني الوفاه ودي حاجه بتاعت ربنا وحاجه مكتوبه، بس الصدمه وحشه والغفله وحشه، فربنا يرحمه يا رب. والد الشناوي، فربنا يرحمه والبقاء لله. الشناوي ان شاء الله بكره هيكون العزاء، فدي صدمه. كنت بقول لك ما تعرفش بقى الشناوي هيلعب الماتش اللي جاي ولا مش هيلعب، بس ربنا يعينه وربنا يصبره وربنا يصبر اهله. ويعني الحوار صعب يا جماعه، ف يعني شد حيلك يا شنو يا رب، ان شاء الله رساله توصلك، شد حيلك، وكل اهلاويه وكل مصر يعني عزت الشناوي، فبقاء لله يا شناوي. عندك يا برنس حارس فاركو يا اسطى، شيكا ده يا اسطى، انا عجايب الدوري المصري قسما بالله يا جدعان، عجايب الدوري المصري. ماتش فاركو النهارده مش عارف كان بيلعبوا مين يا ربي، المهم ماتش فاركو كان بيلعب حد، هو ما في حد بيتفرج مثلا على فاركو مثلا تلعب اي فرقه ثانيه، بس الفكره اللقطه دي
خلت الناس كلها تبص على الماتش. حارس فاركو اللي اسمه شيكا صد كوره يا اسطى من بره ال 18، من بره يا جدعان قسما من بره ال 18 وربنا عملها كده اهو، ولا الحكم شافها ولا الفار شافها ولا اي حاجه ولا تحس باي حاجه. فانا مستغربه، هو القانون اتغير يا جماعه، القانون اتغير في الكوره المصريه، عرفوني، انا عاوز حد يعرفني يا جدعان القانون لو اتغير، عرفوني من دلوقتي عشان نعرف. يا جماعه عجيبه عجيبه بجد الكره المصريه دي، مش عارف من غيرها كنا عايشين ازاي والله، فانا مش عارف يعني. فهنشوف الموضوع بتاع شفت حتى اضحك. فقلت ننهي بقى بالخبر دوت يا برنس بتاع حارس شيكا ده، حارس فاركو والتصدي بتاعه ده. فما تنساش يا برنس يعني زي ما قلت لك كده، اعمل اللايك بتاعك وصلي على سيدنا محمد، ولو وصلت للنهايه قول لي في 3 عشان اشكرك. السلام عليكم.